وعلى صعيد آخر، وفي رد حاسم وسريع، وبعد ساعات قليلة من تحويل مجرى النيل الأزرق لسد النهضة، استطاعت قواتنا الجوية الباسلة بالتعاون مع سلاح الضفادع البشرية من الوصول لسد النهضة وتدميره. وردد الجنود البواسل الشعارات الحماسية أثناء تدمير سد النهضة، والتي كان منها: يلي عندنا حرب على الفالح، يلي عندنا حرب على المالح، يلي عندنا حرب على المالح. سمكة سمكة واحد سمكة. واستطاعت قواتنا الباسلة من الانسحاب بكامل قواها بعد تفجير السد. وفي أسوان استقبلوا استقبال الأبطال، وكان في استقبالهم إخوانهم من سلاح قوات الشرطة المصرية. وانتهت مراسيم الاستقبال بتأدية السلام الوطني. والجدير بالذكر أن قواتنا الجوية الباسلة قد استخدمت في المعركة ولأول مرة سلاح الوحش المصري، نعم سلاح الوحش المصري المضاد لجميع الموانع البرية والبحرية والجوية، والذي ابتكره أحد المقاتلين القدامى لقواتنا المسلحة الباسلة. أنا أصلا كنت معلم في القوات المسلحة ودرست في القوات المسلحة ميكانيكا وكهرباء. عبارة عن سيارة بر مائية هوائية تعمل بتوليد كهرباء والاستغناء عن الوقود استغناء كامل. انت متأكد يا ريس ان المركب دي بتمشي في البحر؟ تمشي في البحر وفي البر وعلى الحيط كمان. انا ليا بركة اللي انتم. سد النهضة خارج مباحثات الرئيس السيسي في اثيوبيا، وده مقبول يعني على فكرة. سد النهضة في اثيوبيا يمكن ان يكون مصدر لرخاء وفوائد مش بس لدولة اثيوبيا انما للدول المحيطة. احنا لا يجب ان نلوم اثيوبيا يا جماعة، الناس دي بتعمل ده لخير بلدها، فمش مفروض ان احنا نعاند ونرفض ناس عايزين يطوروا بلدهم ويعملوا كهرباء لبلدهم. ما ينفعش كده يا جماعة، ما ينفعش كده يا جماعة نكرر الكلام اللي كنا مصدعين دماغ الناس بيه أيام مرسي. ما ينفعش كده يا جماعة، والله نكرر لكم الكلام بتاعكم تاني ونفكركم بيه عشان ما حدش يقوله يا جماعة. فهينهار، ولما هينهار هتزول الخرطوم، واحتمال يبقى بيعيد صياغة صعيد مصر، شكل جغرافية مصر. السد العالي بمقتضى هذا السد سوف يفقد قدرته على إنتاج 50% من الكهرباء التي ينتجها. والآن إثيوبيا ماضية في بناء سد النهضة. يعني إثيوبيا بهذا الشكل بتضر بالأمن القومي في مصر. 2 هيأثر على كمية المية اللي بتجيلنا مؤكد، اللي هي احنا بنستخدمها طبعا في الزراعة. تمام. واللي أهم إن هو هيأثر على توربينات السد اللي هي بتولد كهرباء كمان، وهي بتخزن الخمس سنين 16 مليار كل سنة أو أقل أو أزيد، هيأثر علينا بشكل كارثي. وعشان ما نضرش بلدنا بشكل كارثي، السيسي اتذكر راح قعد مع رئيس اثيوبيا، ادى الاخوان على قفاهم وادى رئيس اثيوبيا على قفاه، وفي يوم وليله كده طلع لنا باتفاق ما نعرفش عنه حاجه، بس اتفاق 100 قعدنا نطبل ونرقص ونزرغط لحد ما سمعنا الخبر الجميل ده. هذا وقد نشرت قناه اثيوبيه مشاهد تظهر تغيير مسار نهر النيل الازرق ليمر من خلال سد النهضه للمره الاولى. قال وزير الموارد المائيه والري المصري ان تحويل اثيوبيا لمسار النهر صوب سد النهضه اجراء طبيعي. اجراء طبيعي يا عم انت، امال فين وثيقه المبادئ اللي رحنا وقعناها هناك في اثيوبيا وقلنا السد مش يهبني؟ واحنا وثيقه المبادئ اللي رحنا وقعناها
إذا أردت رأيي، الله يسامح كل من أدار هذا الملف. يعني ايه الكلام ده يا عم السيد؟ خدنا على قفانا ولا ايه؟ ما تفهمونا يا ناس، ما تقول حاجه يا عم القرموطي. احنا متخزوقين في سد النهضة، متخزوقين في سد النهضة، متخزوقين في سد النهضة. ايه ده بس يا عم القرموطي لحد ما السيسي يعلن موقفه النهائي؟ اي موقف نهائي يا فندم، اي موقف نهائي يا فندم. ده احنا هنروح الحمام هنستأذن من اثيوبيا، هنخش المطبخ نستأذن من اثيوبيا، هنتوضى نستأذن من اثيوبيا، هننزل نرش شويه ميه قدام المحل ولا نعمل اي حاجه نكلم اثيوبيا. بالصلاة على النبي كده ومش عاوز لكلك كتير، المسؤول عن القفا اللي احنا خدناه ده السيسي ولا حد غيره؟ حكومة السودان تبيع مصر في سد النهضة. السيسي لا، السودان هي اللي مسؤولة عن القفا. أنا بناشد البرلمان يستعد من الآن، هنعرف اليومين الجايين الحكاية، إنه أول حاجة ينظرها ما يهمنيش حاجة تانية غير هاتوا الاتفاقية دي ارفضوها. البرلمان هو اللي مسؤول، البرلمان، السيسي لا. النيل لوحده عايز وزارة بدل العك واللي احنا ماشيين فيه ده، في عك معكوك، عكا معكوكا في القضية. السيسي لا، تقسيم الوزارة هو اللي مسؤول عن القفا. لا حل أمامنا في موضوع سد النهضة إلا الذهاب إلى التحكيم الدولي. التحكيم الدولي اللي هيجيب لنا حقنا جرايه ولا تتيت. الكلام ده ما كانش بيتقال يا ابو مرسي، اللي كان بيتقال احنا عاوزين رئيس ذكر يدمر اثيوبيا رحم الله السادات عندما هدد اثيوبيا بالحرب اذا اقامت السد، وكذلك مبارك. قول الكلام ده للرئيس الذكر بتاعك، هو ما يعرفش الجيش الاثيوبي بيقول عليه ولا ايه؟ الجيش الاثيوبي بيقول جاهزون للدفاع عن سد النهضة، ومفيش مفاوضات ولا كلام ولا حوار من مصر او من غير مصر هيثنينا عن استكمالنا لبناء السد. طيب الكلمه بقى لينا احنا التخين هيعمل ايه؟ وبشكر اخي فخامه رئيس الوزراء الاثيوبي ديسالين، واحنا لسه لينا استكمال في المفاوضات اللي احنا بنتكلم فيها ده. مفيش مشكله، مفيش بيننا وبينهم عداء. يعني انا شايف ان احنا بنقول في النقطه دي ايه؟ بنقول اذا تطلب الامر ان نروح، مش بقى مره دلوقتي انا بكررها معاك، مش مره ومره وايه كمان، مش عشان يوقف السد، لا السد كده كده هيتبني غصب عنه، انما هيروح يتفاوض عشان يمدلنا المده بس بتاع المال والخزان اللي بيقولوا عليه ده. قلنا الجينا اهو مفيش ميه مشيت في مجال اشعار النص. الارض باظت، الله يخرب بيت تعيش نهار ابوهم اسود. الله يخرب بيت ابوك يا عبد الفتاح يا سيسي وبيت اللي جابك. عايز اقول لكم النهارده انتوا بتطالبوني ان انا اعمل تفاوض على سد النهضه. كويس؟ هعمل التفاوض ده ازاي؟ هتفق معاهم على 3 سنين ولا 5 سنين ولا 7 سنين ولا 9 سنين ولا 12 سنه اللي هي فتره ملء الخزان. وطبعا ده كلام الرئيس الذكر، الرئيس العسكري اللي مش شكل الناس التانيين اللي مؤاخذه يعني مش عاوز اتكلم. لأن هذه المياه تمثل هدفا استراتيجيا قوميا يجب أن تسعى من خلال الممارسات السياسية والاقتصادية والأيديولوجية بل والعسكرية إلى آخره، لأن ده أمن مصر. لا نسمح على الإطلاق بأن يمس أمن مصر المائي، وإنني كرئيس للدولة أؤكد لكم على أن جميع الخيارات أمامنا مفتوحة في التعامل مع هذا الملف